مرحبا، أنا ليلاس. عملت لكم كيك الكراميل. بيصير بالخلاط وفيه كريمة كمان، بس الكريمة تبعيته منه وفيه. كيك سهل ولذيذ واقتصادي. حنجيب الخلاط ونحط فيه كوب من الحليب، نص كوب من السكر، ظرف كريم كراميل، ومعلقة من الكاسترد أو معلقتين من الحليب الباودر، وكوب إلا ربع من الزيت، وحنخفقهم لمدة شي 4-5 دقايق لحد ما نحصل على قوام شوي تقيل. حناخد منه كوب ونحطه بالبراد، وباقي الخليط حنحط له حبتين من البيض ورشة من الفانيليا، ونرجع نخفقه لمدة شي دقيقتين. وهلأ حنجيب زبدية ونحط فيها كوب من الطحين ونخله كتير منيح، وحنحط كيس من البيكنج باودر ورشة من الملح، ونضيف الخليط السائل على الخليط الجاف، ونخلط كتير منيح لحد ما نحصل على هذا القوام. وحنضيف خليط الكيك على صينية مدهونة بالزيت وبالدقيق منشان ما يلزق، ونفوته على الفرن على درجة حرارة 180. تقريبا بياخد نص ساعة، بس انتي بعد 20 دقيقة افتحي الفرن وفوتي فيه الخلة. لو طلعت الخلة نظيفة يبقى هو هيك استوى. وهلا حنثقبه شوي ونسقيه بنص كاسة من الحليب. بدكن نص كاسة، بدكن كاسة، اللي بدكن اياه، بس قد ما حطيتوا حليب بصير كتير طيب. وهلا نقلت الكريمة على زبدية تانية، واختياري لو بدكن، بس بيعطيها طعم كتير أطيب وكتير أغنى لو حطيتولا معلقتين كبار من الكراميل. لاحظت لكم بصندوق الوصف طريقة صوص الكراميل اللي أنا بعمله، وفيكم كمان تحطوا من هذا الصوص من فوق وتزينوه بقى كيف ما بدكن. ولازم تجربوا هذا الكيك، عن جد كتير كتير لذيذ. ولا تنسوا تتابعوني على التيك توك والفيسبوك والانستغرام، وتعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب. باي باي.